عليكم يا بنات. الراعي الرسمي النهارده للفيديو بالروتين بتاعنا هي سوبر ميرو، اطيب يوتيوبر على وجه الكره الارضيه. انا بموت فيها وبموت في طيبه قلبها لانها بجد طيبه جدا وحبوبه جدا. طبعا قناتها غنيه عن التعريف، عارفينها طبعا، عامله روتينات قبلي بكتير جدا، ولكن النهارده حاولت ان هي تتحداني، يعني فاكره نفسها اشطر مني، وعايزين بقى نشوف مين الروتين بتاعه احلى. فعشان كده لما تخلصوا الفيديو عندي روحوا عند ميرو وقولها انتوا جايين من عندي وشوفوا الروتين اللي هتعمله هي النهارده. طبعا انتوا عارفين القناه بتاعتها وهسيبها لكم برضو في الديسكريبشن بوكس. يا صباح الفل، انا دلوقتي لسه صاحيه من النوم، وزي ما انتوا شايفين الشمس طلعت. اول حاجه بعملها قبل ما احط رجلي على الارض باخد الدواء بتاعي، لاني بصحى جعانه جدا، والدواء ده ما ينفعش ياكل بعده لمده ساعه ولازم يتاخد الصبح على الريق. فهاخده دلوقتي. الميه بتاعتي بسيبها من بالليل جنبي، وهاخد اول حاجه الدواء. هنا بقى بحاول استغل الساعة دي في ان انا اقعد شوية على النت، لاني بصراحة ما بقاش قادرة اقوم كمان، وللأسف الساعة دي بتطول معايا، ممكن توصل ساعتين 3. هنا بعد ما ربنا اكرمني وقدرت اقوم من السرير هفتح بقى شوية كده واهول الدنيا. صراحة لقيت الجو جميل، حبيت ان انا اطلع شوية اقف في البلكونة. عاوزة اقول لكم انه بصوا الغسيل، بتفقد الغسيل، لقيت الدنيا مطرت عليه، لولا ان انا حطيت المفرش ده كان زمان كل المية دي، بصوا متكونة قد ايه، كان زمان كل المية دي نزلت على الغسيل. فالحمد لله ان انا لحقته. هقف كده اخد هوا الصبح الجميل ده، وفتحت الأوضة. هنا خلاص كنت استوعبت ان انا صحيت من النوم ولازم اقوم. هنا قررت اغسل وشي بصابونه عاديه خالص، طبعا مش عشان لازم اصور لكم الروتين اليومي بتاعي يبقى لازم اعمل غسول معين وحاجات معينه. لا، انا غسلت وشي بصابونه عاديه خالص علشان الروتين بتاعي الطبيعي اللي انا حابه اشارككم فيه، مش لازم علشان هعمل حاجه في الكاميرا يبقى اغير عن الطبيعي بتاعي. خلاص كده انا خلصت واتوضيت، دلوقتي بقى هصلي. دلوقتي انا هغير البيجامه اللي انا لابساها. انا بحب اخصص بيجامه للنوم وبيجامه اقعد بيها، بحب اللي اقعد بيها تكون قطيفه، واللي انام بيها مثلا تكون ميلتون تقيله، حاجه كده تقيله. دي اللي انا لابساها دلوقتي. طبعا بخلي القديمه للنوم وبخلي الجديده ان انا البسها في البيت برضو، علشان الواحد ما يبقاش عمال يكرر نفسه، يحس شويه ان هو غير في المود بتاعه وخلاص دخل في مود ان هو بقى صاحي. جربوا تعملوا كده، ما تفضلوش بنفس لبس البيت هو نفس لبس النوم، هيفرق معاكي جدا نفسيا، هتلاقي عندك باور كده، حسيت انك خلاص دخلتي في مود تاني. دلوقتي بقى انا هفطر اي حاجه خفيفه، وهنزل لكم طريقه الكوكيز اللي انتوا شايفينها دي، هنزل لكم الطريقه بتاعتها في الفيديوهات الجايه بالتفصيل. بشربش شاي ولا قهوه ولا اي حاجه، الحاجات دي كلها ممنوعه عليا علشان الادويه اللي باخدها، فهفطر حاجه خفيفه كده. حبيت اوريكم المنظر التحفه ده، الشجر الورق بتاعه اتغسل بالمطر زي ما انتوا شايفين، وجه الشمس عليه فخلته بتلمع، عامل زي اللولي، عمال يعمل في عينيا لون لمعه كده في عينيا، عمال يزغلل عيني، عامل زي المرايه. سبحان الله، يعني من شويه كانت بتمطر ودلوقتي الشمس طلعت، فلسه الاوراق مبلوله، فاي حركه بسيطه للورق. هو دلوقتي مفيش هوا، لما بيجي شويه هوا كده بتلاقي الحاجات دي عماله تضوي زي اللي لابس فستان اهو. بصوا شكلها الهوا جه جميل قوي. ده الصبار بتاعي بس مات، سبته وما سقيتوش، ولما كنت بسقيه بقى كنت بزود له ميه كتير، الجذور اتعفنت ومات. وهنا يا بنات انا كنت بصور لكم عن فيديو عن ريفيو عن الميكرويف ده، وهنزله على القناه. اتاكدوا ان انتوا عاملين الجرس، وعملت فيه تجربه وباظت من جوه. بصوا الجريمه دي حصلت اثناء ما انا كنت بحاول اصور لكم ريفيو عن الميكرويف. دلوقتي بقى انا هنضف الميكرويف ده من الجريمه بتاعته. دلوقتي انا قعدت عملت لستة كده، محتاجه ان انا اشتريها من بره. مهم جدا انك تعملي كده قبل ما تنزلي علشان ما تنسيش حاجه وما تجيبيش حاجه بزياده في نفس الوقت. حاجات تانية كتير انا كاتباها، يعني ده مثال منها. لازم اقعد اعمل كده مفكره كده في ايدي، حاجه صغيره زي دي كده تبقى معاكي، وتاخدي الورقه معاكي وتنزلي بقى تشوفي انت عايزه ايه بالظبط، تلاقي نفسك كده الدنيا معاكي منظمه قوي. تفتحي التلاجة وتفتحي الفريزر وتشوفي ايه النواقص بتاعتك وتكتبيها. طبعا يفضل انك تعملي كده مرة في الشهر او مرة في الاسبوع بشكل منتظم، يعني علشان تبقي حاجتك منظمة. تمام كده انا لبست ولبست الشوز وهنزل عشان اشوف الطلبات اللي انا لازم اجيبها للبيت.
هنا بقى وانا بركب علشان اروح السوق، هنا بقى بعد ما رجعت من السوق وجبت اول حاجه هنا الاسماك، هوريكم الانواع سريعا كده وهينزل لكم فيديو التفاصيل بتاعه الانواع كلها والاسعار. اتبسطت قوي لما لقيت كمان في سمك صاحي وجبته فريش، وجبت كذا نوع مختلفين وهنعملهم مع بعض النهارده كلهم على الغدا ان شاء الله. نعمل من كل نوع شويه والباقي انا بحطه في الفريزر. انا بجيب السمك صورت لكم جوله في السوق بتاع السمك، هبقى ان شاء الله اخدكم في الفيديو الجاي باذن الله. وفي نفس الوقت هنا انا كنت بصور لكم شويه معلومات مفيده جدا عن الاسماك هتشوفوها في الفيديوهات الجايه، وطلعت لكم ازاي تعرفوا السمكه الفريش من السمكه اللي مش طازه، وكمان طريقه تنظيف كل نوع من الانواع دي لان فيها انواع غريبه كمان ممكن تكونوا شفتوها لاول مره، وطريقه الطبخ وكل حاجه ان شاء الله نشوفها مع بعض بالتفاصيل في فيديوهات جايه. هنا بقى كنت بتلكك ان انا يعني بصور فيديوهات ليكم، وانا كنت الحقيقه بلعب بالسمك شويه لان انا بحب جدا العب مع السمك خصوصا لما يكون صاحي، كنت بشرح لكم الانواع دي. بقى بقية المشتريات بصراحة انا صورتها في فيديو منفصل وهيبقى ينزل لوحده علشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده. اتأكدوا انكم عاملين سبسكرايب علشان لازم تشوفوا المشكلة والمصيبة الكبيرة اللي حصلت لي وانا بجيب المشتريات دي. اتضحك عليا في الاسعار جدا، هخليها لكم مفاجأة واقول لكم اتضحك عليا ازاي وايه اللي حصل والمشاكل اللي واجهتني. بصوا معايا كده يا بنات على المشتريات دي وانزلي قوليلي في الكومنتات تخمني كده المشتريات دي كلها كده عاملة كام، علشان انا الرقم اللي عملها صدمني بجد. شوية الحاجات اللي قدامكم دي اكتبولي توقعي عملوا كام. طبعا زي ما انتم شايفين ان هي كلها حاجات بيت وفيها منظف غسيل الصحون، وكانت حاجات كلها اساسية جدا بالنسبة لي في البيت، والبان واجبان وزبادي شاي سكر حاجات زي كده يعني في البيت. بصراحة ما تعملش خالص المبلغ اللي وصلت له. طبعا هتقولولي طب انتي اتصدمتي في المشتريات والمحل ضحك عليكي وطلع حرامي واسعاره حراميه، طب ايه اللي خلاكي ما روحتيش ترجعي الحاجات دي؟ انا ما قدرتش ان انا اروح ارجع الحاجات دي لان حصل لي ظروف كتير وهتعرفوها في الفيديو بتاع المشتريات دي. ما قدرتش بصراحه ان انا ارجعها، فطبعا الحاجات دي كلها باسعارها كده لبست فيهم تقريبا كل حاجه قدامكم دفعت فيها ضعف سعرها المفروض يدفع يعني. بس وهي دي كانت مشترياتي الجميلة اللي كلفتني أضعاف سعرها لأن أنا لجأت المحل حرامي جدا وهتعرفوا اسمه في الفيديو كده كمان، ومحدش بيتعلم ببلاش هقول. هنا بقى انا قررت اضرب عصفورين بحجر واحد زي ما بيقولوا، عملت ماسك وحطيته على وشي وفي نفس الوقت قلت ادخل بقى على شغل البيت يبقى انا حاطه الماسك وانا بشتغل. تفاصيل الماسك هتنزل لكم لوحدها في فيديو. الماسك ده كان مفيد جدا للبشره لانه كان ماسك وفي نفس الوقت حاجه زي سكراب كده. الحقيقه انا عنيش للبشره جدا وانا بشرتي كانت مجهده جدا لاني ما كنتش مهتمه بيها. يا رب يعجبكم ان شاء الله هتشوفوه. فسبته على وشي بقى وبدات ان انا اشتغل بيه، وبعد كده ان انا قشرته وغسلت وشي منه. بصراحه كان الفرق رهيب، هتشوفوا الفرق ان شاء الله في الفيديو بتاع الماسك. وهنا بقى بما اننا دخلنا في الشتاء قلت نعمل حاجه كده تدفينا والواحد ياكلها كسناك ما بين الوجبات. الميزه في السناك اللي انا عاملاه ده او الحلويات اللي انا عاملاها دي حاجتين اتنين، طبعا سكرها خفيف. اول حاجه ان انت ممكن تسيبيها في الشتاء كله وتطلعي يعني على الصيف وهي مش هتبوظ خالص وهتفضل زي ما هي. انا جربتها قبل كده قعدت 3 شهور في الصيف ما حصلهاش اي حاجه. الميزة التانية ان احنا هنعملها من غير لبن ولا خميرة ولا بيض ولا تخمير ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها، شوية مكونات بسيطة جدا هنحطها على بعض هندخلها الفرن هنطلعها هتبقى احلى عندنا احلى كوكيز هنقدر ان احنا ناكل منها طول الشتاء مش هيحصل لها اي حاجة. هتسيبيها برا التلاجة ورهان مني ان انت ممكن تسيبيها 3-4 شهور برا التلاجة مش هيحصل لها اي حاجة. طبعا طريقتها عايزينها هتشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، انا صورتها لكم لوحدها علشان ما اطولش عليكم. المفاجأة بقى واللي انا ما قلتلكوش عليها ان من بقية المشتريات جبت سمكات التونة الكبيرة دي. عايزة اقول لكم ان السمكة دي كانت اتقل مني، وزنها كان تقريبا قريب من 10 كيلو. نضفناها وغسلناها وعملنا فيها كل حاجة وعملنا بطرق كتير جدا هتنزل لكم، وعملتها كمان بطريقة التونة لانها بتكون اوفر كتير، والسمكات دي المفروض هي اللي تتعمل تونة اكتر من الماكريل. طبعا انتوا عارفين سعر علبة التونة الواحدة غالي جدا ان الواحد يعمل منها اي وجبة، فبالتالي الطريقة دي هتبقى موفرة جدا ان شاء الله.
هنا بقى مع محاولة فتح البطن طبعا خدت غلبة كبيرة جدا، وهنزل لكم طريقة التنظيف بالظبط علشان اللحم بتاعها ما يتهريش منكم ان شاء الله في فيديو تنظيف لوحده. هنا بقى بعد ما حطيت التونة على النار وهي بتغلي ومعاها كل الأعشاب بتاعتها، وطبعا ليها طرق كتير بتتعمل بيها التونة في البيت، مني طريقة في الفيديو كام. خلصت التونة قررت ان انا اعمل حاجة من التفريزات المهمة جدا، ودي كفتة بالطريقة المصرية موفرة جدا. بكوباية او ربع كيلو من اللحمة ممكن تعملي كمية كبيرة جدا جدا ان شاء الله. هنزل لكم الطريقة بتاعتها لوحدها. هنا حمرتها وان شاء الله احطها في اكياس وادخلها الفريزر، وابقى اطلع منها على الطبخات، بتسهل جدا ومن الاكلات الشتوية الجميلة اللي بتدفي، وان شاء الله هنشوفها مع بعض. طبعا واهم حاجة ان هي موفرة جدا معانا علشان ممكن تنفع معانا في الزنقات. خلاص انا كده جوعت بقى، قلت ان انا اعمل الاكل يلا عشان ناكل. وطبعا بما ان انا فاتحين حلقه سمك في البيت، فعشان كده طبعا الاكل لازم يبقى سمك طبيعي جدا. اول حاجه بدات بيها الخلول او الجندفلي، والطريقه بتاعته هتشوفوها ان شاء الله مره لوحدها. انا كمان عملت الرز وعملته بصوص غريب جدا، مش بطريقه الرز الصياديه العادي بتاع السمك، لا عملته بطريقه مختلفه تماما، وهنشوفه مع بعض ان شاء الله في اخر الفيديو شكله ازاي، وهنشوفه في فيديو جاي الطريقه بتاعته بالتفاصيل. عملت جنبه سمك مشوي شبار صغير من اللي انتوا شفتوه في المشتريات، طبعا عشان الحاجه تبقى فريش. انا بحب اعمل الحاجه تكون فريش، ما بحبش على قد ما اقدر ما بيتهاش في الفريزر، ولكن لو في بواقي بزياده طبعا ببيتها. هنا رصيد السمك وشويته، طبعا انتوا عارفين الطريقه، وهتنزل لكم الفيديو بتاعها بالتتبيله وكل التفاصيل ان شاء الله. هنا انا بعمل السمك المقلي جنب السمك المشوي، والسمكه دي اسمها خنزيره، وطريقه التنظيف بتاعها وطريقه ازاي سويتها هتنزل لكم فيديو منفصل عشان ما اطولش عليكم. وهنا بقى وانا كنت بقليها في الزيت، وعملت جنبهم كمان شوية سلطة، وبالطريقة دي كده هكون خلصت الغدا بتاعنا النهاردة. هنا خلصت الأكل كله وحطيته على السفرة، وده شكل الرز حبيت أوريهولكوا بعد ما استوى، وهنزلكوا طرق كل حاجة كانت في الفيديو هنا هتنزلكوا إن شاء الله في فيديو لوحدها. بعد اليوم المتعب والشاق في المطبخ ده أنا ما كملتش الحقيقة بقية الروتين. بعد أكلة السمك خلاص الواحد اترمى مكانه ونام على طول. هوريكم إن شاء الله روتين اليوم اللي بعده، وإزاي نظفت البيت ونظفت المطبخ من كل الهرجلة اللي حصلت بسبب البهدلة بتاعة الأكل والتنظيفات والتفريزات. الحقيقة حسيت إن أنا استفدت من اليوم جدا، وانتوا كمان استفدتوا من الفيديو وحابين تشوفوا الفيديوهات الجايه وطرق كل حاجه اتعملت، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا ان شاء الله كل الفيديوهات الجايه، واشوفكم على خير ان شاء الله.